صراحة من أفضل الحصص أو من أكثر الحصص، حتى الزملاء في التقنيين راهم مشاهديني ساكت كثير لأنه نحب نسمع من عندك، ولكن أعيد أنني لن أتبنى أي كلام من عندك إلا والوثائق ظاهرة على الشاشة. الآن باب المغاربة أو الذي يدعي رئيس لجنة القدس، كل ما يتكلموا نشوفوا مثلا المسؤولين المغاربه لما يتكلموا عن القضيه الفلسطينيه، لما يشوفوا علامات او اعلام مرفوعه في القدس، اعلام الجزائر، يقول لك احنا عندنا باب اسمه باب المغاربه وحنا شاركنا. ولما سمعوا علينا هذا الباب المغاربه لانه شاركنا في تحرير فلسطين، ومؤخرا سمعنا من خلال الضابط العسكري انه مشاركين مع الجيش الاحتلال الصهيوني. نعم، اذا باب المغاربه باب جزائري، باب المغاربه باب جزائري قطعا. الوثيقه كاينه، التاريخ كاين وثائق وستعرضها الان كلها. ابو حمزه المغربي جزائري، ابو حمزه المغربي الجزائري هم يدعون او ياخذون ابو حمزه المغربي كشيء من تراثهم. نعم، كل ما هو مغربي، كل ما اسمه مغربي، مغربي راح عندهم، وهذا ربما يحتاج تصفيه كبيره من علماء التاريخ، يعني يجبدوا كل ما هو مغربي من مأكل وملبس وشخصيات، وربما حتى الخيل المغربي يجب ان يصفى اي المغاربي هو، لانه عند 3 مغارب: مغرب اوسط ومغرب اقصى ومغرب ادنى اللي هو تونس. حتى التوانسه عندهم حق في كلمه مغربي، لانه اذا كان نسب شيئا الى القيروان ولا الى صفاقس لقلنا عليه مغربي تونسي. اذا حتى من تونس خذاو كثير من تونس مثلا، ربما الاعلام اكثر شيء، الاشخاص يعني الاشخاص اللي راحوا الاندلس من تونس سموا في الاندلس بالمغربي، وذكروا كثيرا، ذكرهم يؤخذون على انه بما انه احمد بن فلان المغربي فانه من المروك، بينما هو تلقاه في اخر اسمه الصفاقسي او القيرواني. انا جبت تبسي مغربي، وكيف راح تجي صفه المغربيه وهو من تبسي؟ اخي احنا في اقصى الشرق في تبسي، دونك بعاد كل البعد على الحدود مع المغرب. اعطيني النقطه هذه. تبسي مغربي، درك نعطيك الوثيقه تشوفها، لانه لما يروحوا للمشرق للحجاز يقولوا انت منين، ما يقدرش يقولوا انا تبسي فقط، منين يعرف تبساو؟ اذا تبسي ويقولوا مغربي معناها من غرب عكس المشرقي. فتبسي انا احكي لك على وقت ربما القرن الثالث او الرابع للهجره، هؤلاء الاعلام اللي كل من المنطقه المغاربيه لما كانوا يروحوا المشرق في مجالس التدريس والفقه والعلم كانوا يقدمون على انهم مغربي، وهذا طبيعي. لما نفتح درك، اظن الجاهل فقط من يفعل هذا، يفتح كتاب التاريخ يجد شخص انه مغربي يقول لك اذا هو المغرب المعاصر، في حين انه في الدستور 1912 عندهم في المملكه المغربيه يقولوا من الان وصاعدا تسمى دولة مراكش بالمملكة المغربية. تخيل أنت دولة مراكش، ويسمى كل مواطن مراكشي ابتداء من الآن يسمى مغربي، فكلمة مراكش تحولت إلى مغرب. إذن كل شيء بداوا الاسم وبعدين بداوا يسرقوا كل ما يتبع الاسم. نعم. كلمة مغربي، يعني لو خدينا احنا مثلا الجزائر سميناها الدولة المغربية كان كل شيء، واحنا اولى بهذا الاسم لانه احنا اكبر منهم في الجغرافيا. احنا الجزائر المغرب الاوسط اكبر من المغرب الادنى واكبر من المغرب الاقصى. ونقولها السكات مالنا ساكتين، اللي يغضب يغضب، وباغي ندير رساله اخرى. نحن الجزائر جغرافيا احنا